السلام عليكم خواتي خواتاتي، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بصحه جيده. عواشركم مبروكه. رجعنا لكم بفيديو جديد اللي نقدموا لكم فيه البسبوسه بطريقه ناجحه وجد سهله. فهنا بقاو معنا الفيديو باش تعرفوا على كامل تفاصيل الوصفه والمكونات. هنا في اناء الخلاط الكهربائي غنحطوا جوج البيضات، وغنضيفوا ليهم كأس ديال الزيت، 3 معالق كبار ديال السكر، وهنا غنضيفو ليه 2 ديال كؤوس الحليب. غنضيفو ليه قبيصة ديال الملحة، وهنا غنخلطو كلشي مع بعضياتو تيتجانسو لينا. فهنا غنديرو في واحد الإناء اللي غنضيفو ليه باقي المكونات. هنا غنزيدو 500 غرام د السميدة الرقيقة، وغنزيدو ليهم 2 الأكياس د الخميرة الكيميائية، فهنا ما يقارب 14 غرام. غنخلطو كلشي بالخلاط اليدوي. فكما هو معروف السميدة كتشرب لينا الماء، فهنا يعني تقل معنا شوية. كتلاحظ كي كيجي القوام ديالو. فهنا القالب ديالنا كيكون لينا سبق، درنا له شويه ديال الزيت والطحين. بالنسبه للفوص نكونوا شعلنا له من قبل باش يسخن مزيان. عاد ممكن اننا نحطو فيه البسبوسه ديالنا، يعني غنشعلو له من التحت حتى تعمر شويه نقالب، عاد نشعلو له من الفوق ونطفيو لتحت باش غير تحمر لينا وصافي. فهاكي كتجي من بعد ما خرجناها من الفران. وهنا معاه هي مازال سخونه ندهنوها بكونفيتير ديال المشماش. فبالنسبة للتزيين كيبقى ليكم كل حرية في الاختيار، يعني كل واحد شنو كيفضل. وهنا غنزينوها بالكوك. فهنا كنكونو سالينا من تحضير البسبوسة ديالنا، ما بقى غير اننا نقطعوها باش تشوفوا كي كيجي القوام ديالها. فهنا كتجي شيشة من الداخل ولذيذة، فهي وصفة ناجحة. نتمنى إن شاء الله أنكم تجربوها بالصحة والراحة. فهنا ما يبقى نقول لكم إلا شكرا للمتابعة ديالكم للفيديو. ما تبخلوش علينا بجيم للفيديو والاشتراك في القناة باش يوصل لكم كل جديد. الفيديو القادم إن شاء الله.